ماشي في الشارع بكلم نفسي من الغلا والأسعار اللي بتزيد كل ساعة والدنيا حر وزحمة. كنت رايح أجيب كيلو لبن للبيت، الأسعار مولعة في كل حتة وكل بياع بيرفع السعر أكتر من التاني إلا راجل واحد بس. الراجل ده أنا متعود أشتري منه، ولما سألته عن سعر اللبن لقيته لسه بالسعر القديم. استغربت جدا وقلت له هو إيه يا حاج؟ هو أنت لسه بتبيع بالسعر القديم وما غلتش السعر زي الناس الباقيين ليه؟ ابتسم كده ابتسامة فيها طيبة وقال يا ابن الناس حالها بقى صعب، الغلا كل يوم بيزيد والمرتب زي ما هو، واللي يقدر يساعد بحاجة يساعد. بصيت له بامتنان وقلت له اللي زيك قليل يا حاج. رد عليا لازم نشيل بعض يا ابني ونحس ببعض. بس فضلت مستغرب فقلت له طب انت كده هتخسر لما تبيع بالسعر ده؟ ضحك وقال لا يا سيدي ما بخسرش، انا بكسب زي الاول. سألته باستغراب ازاي؟ قالها ببساطة كأنها حاجة عادية، بزود اللبن شوية مية، كل ما السعر يعلى ازود المية علشان ما اخسرش. وقتها حسيت اني اتصدمت، قلت له بس ده غش يا حاج. هو هز راسه وقال غش ايه يا ابني؟ انا براعي ظروف الناس ولا اسيب بيتي يتخرب؟